ملحمة رائعة بوصوله إلى نصف النهائي. إذا انطلقت المباراة بصافرة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني. تصل على الجهة اليمنى، هنا اللمسة راميريز يرفع لكن سهلة بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى. اليوم لمسة والانطلاقة من علي معمر ينادي من الجهة اليمنى العرضية ولكن أقرب إلى حارس المرمى، وكأن معمر تسرع في الكرة الماضية. خاصة الظهير الأيسر اللاعب سولير لاعب نادي بورموس، هذا هو الثالوث المؤثر في مسار المنتخب الأرجنتيني. صحيح نتكلم عن مجموعة قوية، مجموعة منسجمة، مجموعة جدا. في مركزها الظهير الأيمن الكرة الطولية ياسر الزبيري التمريرة طويلة في اتجاه الزبيري وحارس المرمى بعد ذلك يخرج يقطع كرة تبقى مغربية. هنا المعنويات مع البداية على الالتحام، بعد ذلك سننتظر القرار. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع بين حارس المرمى ياسر الزبيري. الكرة كانت قريبة. Goalkeeper from Argentina make a foul outside the penalty area. It was not denying an obvious goal scoring opportunity because there is no possession of the ball after the kick from the attacker. So free kick and yellow card. إذا يكتفي فقط بالبطاقة الصفراء. هنا لا وجود لبطاقة حمراء، بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء. صراحة كانت ترتقي إلى البطاقة الحمراء يا الإيطالي، كانت ترتقي. الأرجنتينية تعشق اليوم الشباك الأرجنتينية. ياسر الزبيري حكاية عشق مع الشباك. الفرحة الأولى في مدرجات ملعب سانتياغو. يأتي الخبر السار بيسرى ساحرة. ما هذا الأداء، ما هذا الجمال، ما هذه اليسرى الساحرة. نعم في الشباك الأرجنتينية على طريقة الكبار، على طريقة النجوم الكبار. إني أرى في الشباك يا ياسر، إني أرى في الشباك يا ياسر يا الزبيري. 1-0 للمنتخب المغربي. نعم هناك لجوروسيتو، جوروسيتو يرفع الكرة، تغطية ممتازة. الزواني يساندية تصلنا أصداء فعلا يسمع أصوات الجماهير المغربية كما الجماهير التشيلية التي تساند بكل تأكيد أسود الأطلس. علي معمر مع بريسياني، هذا الخطير، هذا اللاعب الخطير التنفيذ. لكن هناك صراع بالفعل، صراع، لكن نحضر يا شباب. ركنية قصيرة مرفوع على القائم الأول بالراس، يتدخل الزبيري فيها لمسة يد. عادت أرجنتينيا معما، مرت عليك بريسياني على الطرف الأيسر. هذا هو سولير، خطير سولير يعكس هذه الكرة. أول عرضية من سولير، يلا يا الزبيري. هنا في عملية التحدي دفاعات المنتخب الأرجنتيني يبحثون ويلعبون كثيرا على هذه النقطة. مقطوع الكرة بريسياني على الطرف الأيسر. هنا مراقبة من عثمان مساند لمعمر. بريسياني برافو يا معمر، وبريسياني مرفوع الكرة على القائم الثاني. برافو في وسط الميدان، مرسل الأمام عثمان معما. كانت ولادة أبرز النجوم، أبرز الأسماء، بينما كرة ومرور. هنا التغطية لازم حضور الآن في لقطة صعبة. معمر يؤمن هذه الكرة لكن عادت إلى بريسياني يتحدى معمر. بريسياني برافو يا معمر، يقف السيران دي سافيولا 2001 ووصولا إلى ليونيل ميسي وتساباليتا في 2005. الهربة، الانطلاقة، اللمسة من عثمان، العرضية ممكن. جسيم بايار وسوء تفاهم في اللقطة الماضية. عادت مرة أخرى مغربية. الصادق راوغ، يا سلام، الصادق يسدد ولكن باربي بعد ذلك كان بالإمكان أفضل مما كان. فائدة المنتخب الأرجنتيني. تحضير جوروسيتو. هنا بريسياني خطير، بريسياني يتقدم، ولا زالت صعبة. الدفاع في آخر لحظة، العودة للخطأ يقول الحكم الإيطالي. الحكم كاريسو، مرة جانبية. يعني كنا نتوقع بأن كاريسو سيرفع على الجدار. بالفعل هذه الإعادة مرة أخرى.
الكرة للأمام، ياسر الزابيري عمل الكنترول ممتاز، انطلق معما عثمان 1 على 1، عثمان راوغ، يا سلام يا عثمان، يدخل عثمان، يسدد عثمان، والكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية. نعم لمست المدافع، قام ترفع ديال الكرة مقوصة الرأسية. من يتابع الكرة الثانية نعيم بايار لماريا بايار، الخروج بالكرة من الأرجنتين لا زالت مغربية. جسيم دخل، جسيم عبر، مرر الكرة بعد ذلك، ولكن بريسياني قدمت لنا فعلا لوحات جميلة جدا وعروض باهرة في هذه البطولة العالمية، الكل صفق لها من إسبانيا إلى البرازيل إلى محمد وابي منذ بداية هذه البطولة. بريسياني يرفع الكرة بعيدة، اتركها إلى ضربة مرمى. نعم فؤاد الزواني يتركها بعد ذلك إلى تغالي، كرة في وسط الميدان. بريسياني الضغط ممتاز، برافو نعيم، الهربة في المساحة، يلا سير يا عثمان، امشي يا عثمان، العرضية وعثمان الزبيري، جول! ياسر الزبيري، نعم تهتز معك الشباك يا ياسر، الشباك الأرجنتينية تهتز في هذه اللحظات، وفرحة بالراية المغربية عالية في المدرجات. هكذا عادوا ليسجلوا، هكذا قادوا التحدي، بداية من عثمان معما يا عثمان، جاب عثمان، حطها عثمان، والزبيري القناص، الزبيري الجوليادور، الزبيري نعم الهداف، يسجل الثاني. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية، هي الهربة. سير يا عثمان، امشى عثمان، مرر عثمان على المقاس، برافو يا معمّة جاته كرة مررة، كرة في الجهة اليسرى، العرضية الرأسية بعد ذلك عادت مغربية. يلا روعة الصادق، امشي يا معمّة، اهرب معمّة، انطلق معمّة، لا يمر. هذا القطار الذي لا يتوقف، كرة في منتصف الميدان وهناك صافرة، نعم تأتي، الخطأ موجود، منتخبي الأرجنتيني، العرضية معمر بعد ذلك، هنا ستلعب الركنية مرفوعة في القائم الأول بالراس، برافو الزبيري، لا زالت الهجمة الأرجنتينية، هي اليمنى، العرضية قد تأتي، المرور بعد ذلك، في عرضية الآن، بريسياني في دفع، نعم برافو، واضح النرفز على اللاعبين الأرجنتينيين، والحكم يوجه بطاقة صفراء لأن بريسياني يحتش. تمشي لي ديلغادو، يغير تماما على الطرف الأيمن، العرضية داخل منطقة الجزاء ولكن ليس فيها. المغربي سجل الثالث، في مسك نعم، عثمان معمّة العرضية، ولكن الحلول الآن، لكن أيضا يقظة وتركيز عالي جدا وانضباط ممتاز في كل مباراة معزوفة، وفي كل مباراة مقطوعة، وفي كل مباراة لوحة فنية. نتكلم عن المايسترو، ونتكلم عن القائد، ونتكلم عن الفنان وهبي الذي أعطانا هذه المجموعة الرائعة. الكرة تصل للأمام في اتجاه ياسر الزبيري، يتحصل على التماس، إذا كانت الأرجنتين موطن المواهب والأساطير ميسي ومارادونا ونجوم مرت على معمّة على الطرف الأيسر، غوميز يا إبراهيم، مرت أمام الجميع، تخرج بعد وابي وباها وسكيتيوي وأيضا وليد الركراكي. هذه كرة تسديدة لكنها بعيدة، لا يجب أن نترك الكرة للاعبين الأرجنتينيين في هذا المكان. مساحة، يعود عثمان للمساندة، الزبيري يضغط، عندك الآن الاختبار يا معمر، لا يمر يا معمر، هذا هو بريسيان يبحث عن التسديد البينية لكن مكشوفة من باعوف، برافو يا باعوف. من محاولة أرجنتينية العرضية، برايم كرة حذاري من التسديد، تصل الجهة اليمنى، كاريسو حول المرور، جسيم يراقب، جسيم الآن ثاني، بريسياني مع سولير بعد ذلك التسديدة، ولكن نهاية الوقت اللاصي من هذا الشوط. الكرة خطيرة ولكن في اسماعيل، برافو، الكرة في وسط الميدان، اللمسة والتحضير ولكنها بعيدة. مسكين الكرة اللاعبين الأرجنتينيين الآن، الكرة الآن الرأسية
الخلف، سترفع داخل منطقة الجزاء. ياسر إبراهيم غوميز ومرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام. جول بنا اللمس على مشارف منطقة الجزاء، هذه صعبة يا شباب. من اللحظات الأخيرة الكرة ترفع الرأسية من جديد. الخطير سولير يلعب الكرة، بريسيان يحاول يمر، بريسيان ما يمرش. برافو يا إبراهيم، برافو يا إبراهيم. قلت مغربية. جسيم يا سلام جسيم، ولكن السقوط. نحذر من تحول الأرجنتينيين السريع الآن. الكرة للأمام، الكرة للأمام، هذه في منتهى الخطورة. صعبة اللقطة الماضية، كم كانت صعبة اللقطة الماضية. أخطر كرات الأرجنتينيين التسديدة الماضية. جاب جسيم، جابها معما وحده، انطلق معما وراوغ معما. لا زالت مرت عالية. كيف ضاع الهدف الثالث، لقطة نعم كان ممكن أن تقربنا كثيرا من التتويج. الصادق، نعيم بايار، ياسين خليفي، عثمان معما، ياسر السابري، إضافة إلى اللاعب ياسين. أرجنتينيا على جهتها اليمنى مرفوعة الرأسية بعد ذلك، ولكن تصل إلى ضربة مرمى. ماذا يقول حكم المباراة؟ فيها ضربة مرمى ركنية. حكم الإيطالي يقول مرفوعة الكرة في القائم الأول. صعبة دفاع يتدخل على مشارف منطقة الجزاء، ولكنها بعيدة في عملية الاحتفاء بالكرة. وهي بشكل ممتاز. جسيم يعطي تمريرة ممتازة لخليفي، حاول فيها جسيم، عادت إلى الصادق مرة أخرى. الصادق يمرر، السابري في الانطلاق، السابري سددها. السابري كان قريب من الهاتريك. الطرف يا رئيس المباراة صارت مفتوحة في أداء النهائي. بريسياني يرفع كرة، ترفع الكرة من بريسياني بالراس، يغطي فؤاد الزواني. عادت مرة أخرى أرجنتين. معما يعمل كنترول، وحدك يا معما، امشي يا معما، سير يا معما، واحد على واحد. معما دخل، معما مع السولير، يلحق على الكرة السولير، مراقب من معمر، محاولة الأبور بهذه الكرة. برافو بيبا مارويكوس، يحيى المغرب. هذه الكرة الرأسية، التغطية، المرور، الانطلاقة. معما هرب، معما انطلق، معما عبر، معما بعد ذلك الله يعثم طرفية الايسر، فيها عرضية، فيها تغطية من الزواني والكرة قريبة. هنا بريسياني في القائمة الثاني بالراس، من يبعدها بعوف. بعد ذلك عادت مرة أخرى لاعبي بريسياني البينية، حذري من المرور، حذري من التسديد. التغيير كليا على الجهه اليسرى الان. هذه البينيه ستترك الى ناحيه من كاريسو. بريسياني وباعوا في مغامره كبيره عند الارجنتينيين الان في محاوله ماضيه اللي حاول فيها. ليس هناك ضربه جزاء، عاديه جدا، احتكاك عادي جدا. أين هو الدفع؟ غير موجود. هذا في إطار المسموح به. هنا سنشاهد الإعادة مرة أخرى. عادية، اللقطة عادية جدا، لا تفكر. إذا تدخل عادي. مرة حاضر على الجبهة اليسرى. عثمان معما راوغ، عثمان يتقدم، عثمان البينية بعد ذلك، ولكن في جسيم يراقبه. جسيم ومعمر. الكرة اوت. الكرة اليسرى، البينية في اتجاه بريسياني. لا زالت صعبة في لحظة تردد من اللاعب الأرجنتيني. يلقى بريسياني، حذاري من هذا اللاعب. هو يحضر الآن في الجهة اليمنى البينية، لكن مع بريسياني مرفوع الكرة. إبراهيم كان فيه خطأ، لكن عموما تبقى أرجنتينية. البحث عن التسديد بريسياني يظهر في الجهة اليمنى. بريسياني يرفعها الرأسية، بعد ذلك التسديدة مرت على المدافعين، ولكن الكرة تصل على الجهة اليمنى. بريسياني
بايار وصلت إلى الجهة اليسرى. جسيم هنا تلعب الركنية مرفوعة العرضية، التغطية والمرتدلان مرة سعد انطلق يحاول بريسيان يراوغ، بريسيان يتقدم. الفكرة هنا تمرير الكرة البينية لكن مرت بطاقة صفراء أمام وكاريسو بعيدة مرة تالية الحمد لله مرة تالية يا كاريسو. بايار انطلق بايار، الزابيري يطلب الزابيري لكن يغطي عليه الكنترول. بعد ذلك الدخول بهذه الطريقة مرت بعيدة بريسياني. أصبحوا يسددون بكثرة. هذه الإعادة مرت على جسيم. ماذا هناك؟ رد بالك يا معمى، أرجوك يا معمى، اهدأ يا معمى، اخرج يا معمى بسرعة معمى لأنه كان عنده إنذار. كرة تصل على الطرف يا ليمن، جهة اليمنى. نعم هذه العرضية غوميز هنا تترك يا معمر، طلع يا معمر، طعبة يا علي يا معمر. رجعت مرة أخرى أرجنتينيا البحث عن التسديدة ولكن عالية بعيدة، راحت للعاصمة بوينوس آيرس يا بريسياني. كرة ترفع في القائمة الأول وبالراس يحاول جسيم بعيدة من هذه الجائزة. الكرة للأمام، هنا التغطية حاضرة، باعوف تمشي هنا بكرة مغربية لكن خروصر يبحثون عن العرضيات. الكرات الطولية زواني وصعبة. كرة في الجهة اليسرى حاول فيها سعد العرضية، تأتي العرضية الآن، لا زالت خطيرة معمر لكن في باعوف. رجعت أرجنتينية في الجهة اليمنى لكن في معمر. والله بطل، والله كبير يا علي معمر، كبير يا علي معمر. ماذا يبحثون؟ عن ماذا يفتشون؟ عن ماذا يدققون؟ هنا اللقطة الماضية، هنا الكرة الماضية اللي كان فيها عرضية على القائمة الثاني. هذه مرة أخرى أنا عادي. شوفوا مرة أخرى من هذه الزاوية، هذه لن توضح شيء. Mike, number 3 of Morocco didn't commit foul. The ball go to the face. No penalty. هذه اللقطة يعني